السلام عليكم، كنتمنى تكونوا على خير وعواشر مبروكه. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا مع بعض البطبوط معمر بحشوه جد رائعه بنكهه ديال الشاورما. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم ما تنساوش ديروا لي ابوني ولايك. وبسم الله غادي ندوزو لطريقه التحضير وذكر المقادير. في مقادير هاد الحشوه كنحتاجو 200 غرام ديال صدر الدجاج مقطع، بصيله، 3 د الحبات ديال الكورجيت، وجوج حبات ديال الجزر، و3 ديال ضريسه الثومه. من بعد كنديروا القليل ديال الزيت في المقله، وكنضيفوا الثومه والبصله، هما الاولين كنسوطيوهم حتى كتنزل داك البصيله. كنخليو هذيك البصله كتنزل، وكنحكوا الخضيره ديالنا، ومن بعد كنضيفوها. دابا كنضيفوا ديك الخضره اللي حكينا، ممكن اضافه ليشو المكور اذا كان متوفر، ممكن كذلك اضافه الفلفل الاحمر والاصفر حسب الخضره اللي كاينه كنضيفوها، وعلى حسب الذوق كذلك. هنا ضفت القليل من الملحه والقليل من الفلفل الاسود. من بعد كناخذ ديك الدجاج كندير ليه فلفل اسود والفلفل الحار السودانيه على حسب الذوق، اللي ما بغاهاش ما يديرهاش. كذلك كنضيف القزبر مطحون، وكنضيف نص معلقه ديال عطريات الشاورما، وكنخلطو مزيان. وعاد كنضيفو الخضره اللي في المقله. من بعد مني كطيب لينا ديك الحشوه والدجاج كنضيف راس معلقه ديال الزعتر محكوك. الزعتر كيعطي مذاق زوين بزاف. صافي، من بعد ما كطيب لينا ديك الحشوه ديالنا كنديروها في بول. نورمالمون خاصها تبرد عاد نضيفو الفرماج. انا ما كانش عندي الوقت دونك زدت الفرماج محكوك قياس ديال 3 د المعالق، وكنخلط مزيان. من بعد كنجيب البطبوط، عندي ديجا واجد. غادي نخلي لكم الفيديو ديال البطبوط في صندوق الوصف.
صافي كيكون خاوي من الداخل بحال هكا، ماشي البطبوط اللي كيكون فيه اللب من الداخل كيكون خاوي. وكنبداو نعمروه. وهذا هو الشكل النهائي ديال البطبوط ديالنا. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، والى الملتقى بحول الله. مع السلامه.